السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، قرص الأفران بطريقة سهلة وبسيطة ومغذية كمان وأحلى من الأفران، ريحتها جايبة لآخر الشارع. ما شاء الله الله أكبر، حاجة كده تحفة. ومع كوباية شاي الصبح أو كوباية لبن هتغني أولادك عن الفطار كمان. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف احنا عملنا الجمال ده كله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بصوا تبارك الرحمن، منفوخة وحلوة وهشة وطرية من جوه، حاجة كده تفرح وطعمها تحفة وريحتها بجد رهيبة. انا معايا ايه؟ معايا معلقتين من السكر، وهنزل عليهم بظرف من الخميرة وكوباية من المية، هقلبهم وهسيبهم كده يختمروا شوية، وهنزل عليهم بكيلو من الدقيق. تمام، هنزل على كيلو الدقيق بمعلقة كبيرة من الشمر وذرة من الملح، وكمان ده الشمر، ومعلقة كبيرة من السمسم متحمص طبعا عشان يديله نكهة وريحة حلوة، ومعلقة من البيكنج باودر. هعجنهم بلبن رايب. اللبن الرايب ده انا جبته من عند اللبان العادي خالص السايب ده، ممكن انتوا تجيبوه آه لبن قاطع، لبن عادي، براحتكم خالص. بعد كده هلم العجينة بكوباية وربع من السمن، وهسيبها تختمر وهقطعها، وهسيبها برضو تختمر تاني، وبعد كده هدخلها الفرن. ما شاء الله تبارك الرحمن، عمل معايا كمية حلوة مش بطالة. عايزة تحطي حبة بركة حطي، والسلام عليكم ورحمة الله.